السلام عليكم. معكم غالي يوتيوب. اليوم غنعاود لكم القصة ديالي ملي خرجت ليا جن في الغابة. وكانت هاد القصة هادي قصة حقيقية عشت انا الزوينة والخيبة ديالها. بسم الله توكلنا على الله. استراحوا مزيان، ديروا شي مانطا ولا شربوا شي قهوة وسمعوا معايا هاد القصة باش تاخدوا منها الحكمة باش مديروش الغلط اللي درت. الشباب ديالي من خديت البكالوريا ديالي انا بعدا نعاودكم على راسي انسان كنت طريف ولد دارنا ما كنخرجش بزاف. المراهقة ديالي كانت جاتني عادية، ولكن من خديت الباك ديالي كنت نشوف الناس، كنت نشوف الدراري، كنت نشوف ولاد دربنا كيخرجوا ويسافروا، وانا كنقول علاش انا ما نسافرش، علاش ما نخرجش، علاش ما نعيش التجربة. فعلا واحد النهاريات مشيت لديكاتلون. ديكاتلون واحد المحل كيبيع الحوايج ديال السفر ديال السبور. مشيت ديكاتلون اللي كاينه في درب غلف في الدار البيضاء، الناس تاع كازا راه يعرفوها. مشيت شريت المعدات ديال السفر، ساك كوشاج، صاك باكطاج، شريت القرعة، بوطة صغيرة، شريت كلشي باش نتوكل على الله. وكنت داير فراسي غادي نسافر تسافيرة كبيرة. فعلا شريت داكشي، رجعت لدارنا نعس كيما ديما، فقت الغد لي الصباح توكلت على الله، سلمت على موالين الدار. خديت واحد البركة من عند الوالدة. ديك الساعة باقي كنقرا، ديك الساعة باقي كنقراو يلاه خدينا الباك. مشيت شديت الطريق، بقيت غادي على رجلي وكنفكر انا فهاد السفيرة شنو تابعني. خاصني نبني حياتي، خاصني نبني مستقبلي، خاصني نرجع واحد الشخص واحد اخر باش تكون عندي اراده اكثر، تكون عندي معرفه اكثر على الحياه. يعني خاصني نسافر وندير هاد المغامره هادي، حيت يكون مغامره ديك النهاريات كون كاع ما خرجت من الدار وقررت اني نسافر، عمر ديك الشخصيه غتبنى، وعمر هاد غالي تيوب اللي كتسمعو دابا غادي يكون. توكلت على الله، بحيث انني كنسكن حدا طريق السيار. تمشيت واحد تقريبا 20 دقيقة حتى طريق السيار وانا ندير اوتو ستوب. اول واحد جا عندي واحد انسان كان سايق، اول واحد وقف ليا واحد انسان كان سايق رموك كيجي من الاسبان، كيجي بسلام من الاسبان للمغرب. دوزت معاه تجربة زوينة الصراحة، ركبني وصلني حتى لمراكش. بقينا غاديين كنشدو الطريق نضحكو، الناس اللي كيسافرو راكم عارفين، الناس تاع اوتو ستوب وتاع السفر وتاع الدريبر كيعرفو هادشي. بقينا غاديين، دوزت معاه وقيتة زوينة حطي في مراكش. من بعد مراكش ريحت، صادفوني شي دراري صحابي تعرفوا في مراكش، ريحنا. قلت لهم انا راه باغي نسافر فين نمشي، هما يبروبوزيو عليا واحد الوجهات. كانت بارادايس في اكادير، كانت ميرلف الجزيرة سيدي إيفني. وتما فين توقع ليا في الجزيرة غتوقع ليا واحد لو شوك هو اللي غنعاود لكم دابا في القصة هادي. المهم ملي ريحت مع الدراري صحابي، بت معاهم ديك الليلة، الغد ليه الصباح بكري توادعت معاهم، قلت لهم الله يعاون نتلاقاو ان شاء الله. وانا في الطريق بقيت غادي في اوتو ستوب، الطوموبيل تهزني تحطني في فيلاج، موراه هزني طوموبيل، بقيت غادي توصل لاكادير. وصلت لتيزنيت، عاوتاني من تيزنيت شديت على رجلي حتى لإيت ملول. بقيت غادي تما، عرفت المعاناة ديال الناس، عرفت الناس اللي كيفيقوا في الصباح بكري ويخدموا، عرفت الناس اللي ما عندهمش فلوس ترونسبور وكيتمشيو على رجليهم باش ما يطلبوش شي واحد باش ما يطلعوش للترونسبور ولا يطلعوا للطوبيس ويسمعوا الهضره مع لي كونترولور. ما كانت عندي حتى ريال ديك الساعه، الفلوس اللي كانوا عندي شريتهم خبز وشريتهم شويه الماكله، وديك الساعه كنت تنكمي خديتهم بشي كوار روات. غادي على رجليا حتى انايا، ما كانش ديك الساعه كندير اوتو ستوب، ما كان حتى شي واحد كيوقف ليا، وبقيت غادي غادي غادي. كنقول لكم اخوتي من الصباح الصباح تقريبا وصلت لتيزنيت. تنقول لك هادشي من تيزنيت لايت ملول، ضربت على رجليا تقريبا وصلت مع ديك جوج د العشية 3 د العشية الشمس. تلاقيت مع واحد البناية مساكن كانوا كيبنيو، هبطوا لي واحد الخبيزة فيها الطون، جزاهم الله خيرا. باش تعرف هنا كتعرفوا ان الناس طريفين هما اللي كيعقلوا عليك. بقيت غادي تا قربت شويه في تأيت من اللول، وقف ليا واحد اوتو ستوب وصلني لتيزنيت. تما دوزت الليله
فدرت اون طونط تما فواحد الجردة. الصراحة الناس تعكيزني الله يعمرها دار. لغت ليه بقيت كنلعب شويه الكيتارة تما. جاو شي دراري زوينين قال لي فين غادي، قلت لهم انا راه غادي باغي نسافر ان شاء الله حتى للداخله، وان شاء الله ناوي ندوز على ميرلف والجزيره. ايفيكتيفمون الدراري مساكن دوروا معايا واحد شويه، عطاوني شي فليس، قال لي راك انت شاب بس يلاه يسهل لك. هادو كانوا بالضبط كانوا اساتذه، كانوا اساتذه كيقراو تيزنيت. شتي الطريق، شتي الطوبيس، ديك الساعه ب4 دراهم عاقل عليها. شتي الطوبيس من الترميز ديالو كيدوز على ميرلف وعلى الجزيره. هبطت في الجزيره، واحد البحر شحال كان زوين، ما تشاهيتو ليكم بحال كتشوفو دابا بين عينيكم. زوين 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 بزاف. فيه واحد القوس من عند الله سبحانه وتعالى، جبل خارج منه بحال واحد محفور، واحد القوس، والطبيعة الجميلة. كا كاينين ناس قلال. هبطت ضربت واحد التصويرة، الا لقيتها راه نحطها لكم في الفيديو، الا ما لقيتهاش راه ان شاء الله نحطها لكم في الفيديو الجاي، نقلب عليها مزيان ونحطها لكم. بقيت الناس كيجيو يلعبوا، لعبت معاهم شويه كورة، كانوا كيهزوا جونغلاج حيت داك البحر ماشي ديال تلعب كورة تيجونغليو بيه كورة. الرملة ماشي فيها الرملة عادية، فيه محجرة، فيها الحجر بزاف. جليل درت لاطونط ديالي، شلت العافية ديالي، درت واحد بريدة يطيب، درت لي بات يطيبو تا هما، والدنيا خاوية، ما بقى حتى شي واحد في داك البحر. بقيت بوحدي. التليفون مشى ليا لاشارج. التليفون ما ديتش معايا باور بانك. واحد الهدوء، واحد الهدوء في داك الليل كان رائع، كان رائع جدا. وانا كنت ناكل، ساليت الماكلة ديالي، خليت اتاي ديك الساعة باقي كيسخن فوق الجمر. بغيت ندخل، نسيت شي حاجة، قلت هادشي شنو خاصني لا سيكاريت ديالي. دخلت نجيبها من لاطونط، وفوا نخرج كانت المفاجأة. تبان ليا واحد المرا دايزة في البحر لابسة البيض، دايزة قدامي. اقسم بالله يا خوتي ما كنعاود لكم دابا راه كنتبورش. لابسة البيض، لابسة كاملة البيض، وديزة وبقات واقفة. انا بهداك لو شوق اللي وقع لي ديك الساعة ما عرفتش شنو غندير. بقيت كنشوف ودخلت لاطونط، وبقيت كنطلب من واحد التقيبات كاينين في لاطونط. اللي نتوما اللي كنتو عارفين لاطونط، راه كاين واحد محل، واحد الشبيك كتقدر تحزو تطلع على برا، واللي كانت حتى كتسدو. بقيت كنطل وكتبان لي مرا غادا جايه غادا جايه غادا جايه. ما نعاودش لكم اخوتي الخلعه اللي كانت وقعت لي ديك الليل. بقيت الليل فايق كامل تصبح الصباح، والخلعه اللي فيا وكنقرا القران. صباح الصباح خرجت، بلي واحد السيد قلت لها اش كاين قال لي واش انت مسخوط الوالدين كتبات حدا البحر، راه ديما كتخرج تما بالليل. ني واش ما دوات معاك ما والو. قلت لي لا. قال لي انت مرضي الوالدين، حيت كون دوات معاك غتوقع لك شي حاجه. قال لي اوريزمون ما دواتش معاك. هذه تجربه من بعض التجارب اللي دوزت انا في السفر. قلت ليه صافي، قررت انني نرجع بحالاتي واحد شويه ويا راسي. علاش غترجع؟ انت يلاه دوزتي تجربه واحده خايبه، كمل. فعلا جمعت الباكطاج ديالي، دوزت تجربه زوينه وخايبه في داك البحر، ولكن كتبقى زوينه. دونت وليك كتبقى زوينه. اسيادي زيد الباكطاج وبقيت طلعت في العقبه، وانا شت الطوبيس. داني سيدي إفني هو الاخر ديال البحر. من تما كتبدا تدخل في الصحراء. سيدي إفني خديت واحد الاكله زوينه عندهم تيقولها كوفيه. كوفيه راه كتغلط. وهنا كتوقف القصه ديالنا ان شاء الله. الجزء الثاني ديالها من سيدي إفني داخله قصص طوال، كيفاش الشخصيه ديال غاليتي تبنات، كيفاش تعلم بزاف الحوايج. ان شاء الله بقاو معنا، غتشوفوهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. لو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش واحد اللايك وسبسكرايب. كنبغيكم كاملين شجعوا هذا المحتوى. الى عجبكم، الى ما عجبكمش عطوني التعاليق، عطوني شنو ما عجبكم فيهم. الى اللقاء ان شاء الله في الفيديو الجاي.